عبد العزيز بوتفليقة قرر إلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية وليس بوزارة الدفاع، ومنحه هيكلية وتسمية ومهاما جديدة بدل دائرة الاستعلام والأمن. في هذا السياق مشاهدينا الكرام، معي في الاستوديو سيد لحبيب سويدية، الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري وصاحب كتاب الحرب القذرة. سيد لحبيب سويدية، أهلا بك ومساء الخير. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة هذا المساء. مساء الخير. قرار هام، قرار خطير يصفه البعض منعرج كما يقول آخرون في تاريخ الجزائر، نقلته الصحف الجزائرية. هل هو مؤكد فعلا؟ لا، هو مؤكد، هو مؤكد منذ اليوم، يعني تم تأكيده من قبل كل الصحافة الجزائرية، سواء المكتوبة بالفرنسية وبالعربية. لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وهذا ربما لا، هو في الوقت هذا يعني النظام عندما يكون يتعلق الأمر بأشياء حساسة كهذه ينشرها في الجريدة الرسمية، ولكن يقول لن ينشرها امام الاعلاميين او يعني في اعقاب الاقالات التي شهدناها، ربما محاكمات الجنرالات والضباط، البعض يقول اخيرا اكتملت الصوره في الجزائر. ما تعليقك على ما حدث اليوم، الحاق جهاز الاستخبارات برئاسه الجمهوريه؟ هو كان منتظر، يعني النتيجه كنا سنلحق لهذه النقطة من تصفية الحساب، لأنه كان هناك صراع بين جهاز المخابرات وبين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية طبعا كانت مساندة من قبل قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي. وما جرى اليوم هو نتيجة حتمية لما كان كل الناس تنتظره، هو إعلان عن وفاة مديرية الاستعلامات الجزائرية. هل يعتبر قرارا صائبا من وجهة نظرك إلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية؟ هو من قبل أيضا كان يعني في غموض، لما كان جهاز الاستعلامات منذ 92 إلى يومنا هذا كان هناك غموض أيضا، هل هو تابع لرئاسة الجمهورية أو هو تابع لقيادة الجيش الوطني الشعبي؟ وفي الحقيقة يعني اليوم يعني يثبتون أن الجهاز الجديد سيكون تابع لرئاسة الجمهورية. يعني في كل هذه المرحلة يعني الإعلام كامل كان يعتقد، وحتى الشعب الجزائري كان يعتقد بأنه جهاز المخابرات الذي كان يقوده التوفيق كان يتبع للجيش الوطني الشعبي. بعد تنحية التوفيق الآن أصبح الجهاز في يد رئاسة الجمهورية وفي يد بشير طرطاق الذي كان الرجل الثاني في المخابرات. هل تعتبر هذا الأمر إيجابي حتى تنتهي صفحة صناعة الرؤساء والزعماء السياسيين في الجزائر، أن تنتهي ربما مرحلة هامة من التجاذب ما بين النظام من جهة والجيش من جهة أخرى؟ أعتقد أنه ليست في مصلحة الجزائر بأن جهاز مثل جهاز المخابرات الجزائري يعني 25 سنة وهذا الجهاز يقهر، يقمع، يقتل، يخطف، يأتي بالرؤساء، يأتي بالوزراء، يعني 25 سنة. الحالة التي وصلنا إليها اليوم يعني هو من إنتاج المخابرات والجنرالات سنة 92. يعني هم أقالوا توفيق ليس لتحسين الأمن الجزائري أو شيء من ذلك، ولكن أقالوا التوفيق لأنها كانت هناك معركة وصدام بين طرفين على السلطة، وفاز بها طرف الرئاسة على التوفيق. من وجهة نظرك هل هذا الأمر يدخل في ترتيبات المرحلة المقبلة ومن سيخلف من في الجزائر؟ هو في الحقيقة يعني جهاز مخابرات اليوم كان جهاز، بل اليوم أصبحت وزارة، يعني وزارة ملحقة برئاسة الجمهورية، وزارة الشرطة السياسية. يعني ما شفناش شيء كهذا في العالم أجمع، أنها تكون هناك وزارة ويكون عندها وزير، والوزير يكون برتبة جنرال. يعني شيء لا يطاق. يعني كل ما يجري اليوم
يعني من يعني لا يدخل في مصلحة الجزائر ما حدث أبدا اليوم أبدا بتاتا. أبدا أبدا، لأن هناك 25 سنة من حكم تعسفي، ظلم فيه الناس، ظلم فيه الشعب الجزائري. ما الذي كان يجب فعله؟ كان يجب، أنا كنت أطلب منذ سنوات، كنت أقول يجب حل جهاز المخابرات، ولكن يجب حل جهاز المخابرات ومحاسبة الناس. حل جهاز المخابرات الحالي تقصد، وليس حله بشكل مطلق، لأن كل دولة لديها جهاز استخبارات. لا نعم يعني عندما أصروا حل جهاز وتركيب جهاز على أنقاض الجهاز الآخر استطاعوا فعل ذلك. يعني أنا ما نقولش بلي أن الجزائر تبقى بدون جهاز مخابرات، ولكن جهاز المخابرات المسؤولين الإطارات السامية في الجيش في هذا الجهاز كانوا يجب أن يحاكموا بتهمة مجازر، بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، بتهمة 20,000 مختطف في الجزائر اليوم. وهذا ما تذكره أيضا في كتابك الحرب القذرة، الجير بالفرنسية، والذي ترجم أيضا العربية. كل الشكر جزيل لك في الاستوديو السيد الحبيب سويدي، الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري، صاحب كتاب الحرب القذرة. شكرا جزيلا على قبول هذه الدعوة هذا المساء. اعتقلت السلطات الجزائرية على صعيد آخر أكثر من 200 مغربي في مطار